وعلشان كده بقى في مجموعه من الاختبارات اللي احنا بنعملها علشان نطمن على سلامه المخيخ. ولو في اي مشكله في اختبار من الاختبارات دي بيتم تشخيصك بالسيربيلر اتاكزي، يعني خلل المخيخ. اول اختبار معانا هو الرومبرج تيست، وده اختبار بيكون عباره عن ان انت تقف في شكل مستقيم وبتغمض عينيك وبتنتظر كام ثانيه وتشوف جسمك هيقع ولا لا. لو انت عندك مشكله في السيربيلم او في المخيخ فانت بتكون فاقد الحفاظ على التوازن ووضع الجسم، وبالتالي بمجرد ما بتغمض عينيك بتلاقي جسمك يا بيحدف يمين يا بيحدف شمال، وهنا يبقى عندك مشكله في المخيخ. اما بقى الاختبار الثاني فهو الووكينج تيست او اختبار المشي. هتقول لي طب ما انا بمشي بشكل طبيعي. هقول لك في الحاله دي انت بتحاول ترسم خط مستقيم قدامك وبتقف قدامه وبتغمض عينيك وتحاول ان انت تمشي على الخط المستقيم ده وتشوف هتحيد عنه ولا لا. لو حدت عنه بكميه كبيره فانت كده يعتبر عندك برضه مشكله في المخيخ. اما بقى الاختبار الثالث فاسمه الفينجر تو نوز تيست، يعني انت بتقف وتغمض عينك وتحاول تجيب صباعك من بعيد وتقرب مره واحده تحطه على مناخيرك. لو عملت كده بشكل صحيح يبقى انت السيربيلم بتاعك شغال وحاسس بالوضعيه بتاعت كل جزء من اجزاء جسمك. اما بقى لو ايدك راحت على مكان تاني زي خدودك او وقفت صباعك قبل ما توصل لمناخيرك يبقى انت برضو عندك مشكله في المخيخ. اما بقى اخر اختبار معانا فهو اختبار الرام، الرابيد الترناتيف موفمنت تيست، وده الاختبار اللي بيقيس مدى التناسق بين الحركات المختلفه، واللي بنعتمد فيه اننا نعمل حركه او حركتين بشكل متكرر ونشوف الجسم هيقدر ينسق ما بينهم ولا لا. لو قدرت تعمل ده بشكل صحيح يبقى السيربيلم بتاعك شغال وبينسق الحركات 100 100. اما بقى لو حسيت لخبطه في الحركات فانت كده لازم تروح تكشف مخ واعصاب. ومن اشهر الحركات اللي بنعتمد عليها في الاختبار ده هي حركه تبديل الايد، ان انت المفروض بتكون قاعد على كرسي وتحط ايديك الاثنين على الفخدين بالمنظر ده وتبدا ان انت تقلب ايدك كذا مره وبشكل سريع. في ناس تانية بتعمله بطريقه ابسط شويه، انها بتقف تحط ايد وبالايد الثانيه تحاول تقلب الايد عليها بالمنظر ده. الناس الطبيعيه بتبدل ايديها بسرعه وبشكل متناسق من غير ما يحصل اي لخبطه في الحركه. اما بقى لو حسيت لخبطه في الحركه فانت كده يبقى عندك مشكله في المخيخ. وبمناسبه بقى الحركات المتكرره ففي حركه كنا بنحاول نعملها واحنا صغيرين. كان بيجي لك حد كده يقول لك هقول لك على حاجه لو عرفت تعملها تبقى 100 100، عايزك تقول نعم بدماغك ولا بايدك. فانت تيجي تعمل الاثنين فتلاقي دماغك بتعمل كده. بعد فتره بتلاقي الموضوع اتظبط معاك وتلاقي ان انت بتعملها بشكل صحيح، وده لان انت في اول مره جسمك ما بيكونش اتعرض للحركه دي قبل كده فمش قادر ينسقها. ولكن لما بتحاول فيها مره والتانيه المخيخ او السيربيلم بيبدا ان هو يعتاد عليها ويبدا ان هو ينسقها بشكل صحيح. اما بقى لو لسه ما بتعملهاش لحد دلوقتي فانت برضو يبقى عندك مشكله في المخيخ. عاوزك بقى تعمل كل الاختبارات دي وتكتب لي في الكومنتات عملتهم كلهم صح ولا عندك مشكله في اختبار منهم.